برئيس حكومة وهو يتحدث عندما يتكلم على بعض الأحزاب وعلى القادة ديال بعض الأحزاب أنه بهذه الوقاحة يقول بأنه مسؤولين سابقين وأمناء عامين ديال الأحزاب كيكذبوا. اللي كيكذب اليوم بما أنك تجرأت أن تتكلم بهذا الشكل هو الذي تفضل أمام المغاربة وقال بأن عنده 10 ديال الالتزامات وما كاينش التزام واحد من هذا الشيء اللي حققه. هذا هو اللي يغلط المغاربة ويقول لهم أشياء بعيدة كل البعد عن الواقع، ويتغنى هو ومن يدعمه بأسطورة كل ما تقوم به هذه الحكومة هو غير مسبوق. في الوقت، وسأعود إلى ذلك، في الوقت اللي هذه الحكومة كتبجح بهذا الأمر وكتعطي ماشي الواحد، هذا واحد عطاكم هذا المثال ديالو رشيد اللي ادى 11 مليون. علاش؟ لأن آخر فضيحة ديال وزيرة كتمشي في تجمع حزبي موازي وكتقول لواحد من الحاضرين كتقول له تبارك الله على فلان راك استفدتي انت من واحد 11 مليون ديال الدرهم وانت في الصفوف ديال الحزب وكذا وكذا، مما يدل على انه واحد نعطيه 11 مليون بوحده واخرين في الاغلبيه الساحقه ديالهم 500 درهم. 500 درهم بعد ما حيدنا لهم تيسير وبعد ما حيدنا لهم الارامل وبعد ما حيدنا لهم المحفظات، يعني جميع انواع الدعم اللي كانت من قبل تحيدوا، وفي النهايه كنعطيو الواحد في المغرب ديال اليوم ديال 2025 بالغلاء ديال المعيشه الفاحش اللي عرفناه بشكل غير مسبوق. الا كانت شي حاجه عندكم في هذه الحكومه غير مسبوقه في التاريخ الحديث ديال المغرب كاين جوج الامور: الغلاء ديال المعيشه اللي وصل للحدود اللي لا تطاق بالنسبه لاغلبيه المواطنات والمواطنين، والبطاله اللي تكلمت عليها اللي عمر شي حكومه ما وصلت معها البطاله الى ما نحن عليه اليوم. هذا الشيء اللي عندكم غير مسبوق في هذه الحكومه. انا جاي له هذاك شويه، كل حاجه بوقتها.